في قلب قارة أفريقيا بعيدة عن المدن والطرق، في مكان الطبيعة نفسها بتحذر أي إنسان يقرب منه. بحيرة غامضة بيسموها بحيرة الموت، لونها مش طبيعي والمية فيها دايما بتغلي كأنها حلة كبيرة على النار. العلماء بيقولوا إن الغليان ده سببه نشاط بركاني تحت سطح المية، لكن السكان المحليين ليهم رأي تاني. يحكوا أسطورة قديمة عن روح شريرة حبست نفسها في أعماق البحيرة، وإن أي حد بيقرب منها المية بتسخن لحد ما تحرقه حي. في التسعينات فريق من المستكشفين قرروا يوثقوا البحيرة ويصوروا غليان المية عن قرب. أول ما وصلوا الجو كان هادي، لكن كل دقيقة درجة الحرارة كانت بتزيد وروايح غريبة بدأت تطلع من المية، ريحة زي الكبريت أو حاجة محروقة. واحد من الفريق حط عصاية معدنية في المية وفي ثواني اتحولت للون الأسود، والحرارة كانت عالية لدرجة إن البخار اللي طالع ممكن يحرق الجلد. بعدها بدقايق الكاميرات سجلت أصوات أشبه بالهمسات طالعة من وسط الغليان، وكأن المية نفسها بتتكلم. الغريب إن الفريق ما كملش رحلته، تم تسجيل آخر تواصل معاهم بعد 48 ساعة من بداية الرحلة، وبعدها اختفوا تماما. لما السلطات وصلت لقت الخيام والمعدات، لكن المذكرات اللي كانت معاهم اتحرقت نصها، وكلمة واحدة كانت مكتوبة في آخر صفحة: ارجع. لحد النهاردة البحيرة لسه بتغلي، ولسه مفيش حد عرف ايه اللي بيغلي جواه، بركان ولا لعنة.